الاهلي بيحطم الارقام القياسيه في العالم، ارفع راسك فوق. انت اهلاوي. الاهلي اول نادي في العالم يكسر رقم الحصول على 50 بطوله في كره القدم في القرن ال21 من سنه 2000 ل 2023. الاهلي لحد كاس السوبر اللي لسه واخدينه من كام يوم، يبقى كده الاهلي حصل على 51 بطوله. كده بيكون اول نادي في العالم يحصل على 51 بطوله في العالم، منهم 14 دوري واولهم سنه 2000، وبامر الله يبقوا 15 بعد شهرين، و13 كاس سوبر محلي، و8 سوبر افريقي، و8 دوري ابطال افريقيا، و7 كاس مصر، وواحد كونفدراليه. ولو هنعمل مقارنه بيننا وبين الفرق العالميه، بايرن 44 بطوله، برشلونه 36 بطوله. يعني ارفع راسك فوق. انت اهلاوي، وان شاء الله تبقى 52 بطوله ونجيب النجمه ال11 ان شاء الله. رجالتنا الحمد لله مشيت النهارده، سافرت لتونس بعد التمرين النهائي في استاد التتش، مسافرين في طياره خاصه، والحمد لله كل صفوف الفريق مكتمله بالكامل. الحمد لله الحمد لله. السوليه وربيعه ومتولي موجودين في الفرقه الحمد لله. النهارده بدايه كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد اللي بينظمها النادي الاهلي في الصاله بتاعته. نيجي بقى لفقره الضحك بتاعت الزمالك. مدرب الكولومبي الجديد اوسوريو استبعد زيزو النهارده من قائمه الزمالك ضد بروكسي، علشان زيزو اتفزلك على المدرب واتقرنن عليه، فاستبعده من القائمه خالص. اعلام الزمالك بقى طالع بيقول كلام غبي وعبيط زيه، وعايز يغطي على الموضوع، ومش عارفين بيقولوا ايه. معذورين، شويه اغبياء طالعين يلغوشوا على الخبر، وبيقولوا ان المدرب مقعده للراحه. راحه ايه؟ الزمالك بقى له 3 اسابيع مرتاح، لحد ما اللعيبه من كتر الاكل طلع لها كرش وفخاد وجناب وفخدت من كتر القعده. بس اللي عمله زيزو في التمرين خلى اوسيريو ملص ودان زيزو، وقال له مش هتلعب طول ما انا موجود غير لما تنفذ التعليمات واللي بيطلب منك بس، يا اما مصيرك هيبقى على الدكه. النهارده وليد عبد الرازق، الحكم المعروف بالبلاوي والمصايب السوداء، هو حكم مباراه الزمالك وبروكسي في كاس مصر في دور ال 32. لحد دلوقتي 7 فرق صعدوا لدور ال 16، سموحه والداخليه وسيراميكا. امبارح انبي فاز على لافينيا 3-0، البنك الاهلي فاز على نادي الشبان المسلمين في قنا 3-2، المقاولين فاز على الحمام 4-0، المصري فاز على بترول اسيوط 3-1. الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا الف بيان رسمي لعدم موافقته لتعيين لجنه انضباط اللي طلبته وزاره الشباب والرياضه هنا. وكلام ميدو طلع كلام مصاطب، مجرد كلام. هتاخد ايه من الناس شغلتها الكلام والاشاعات؟ وما شفناش المحاميه الانجليزيه اللي قال عنها، ولا شفنا المحامي الايطالي اللي قال دي اسهل قضيه في حياتي. المحامي الايطالي ده في الاخر يطلع شكله بتزايه، كان طالبها من محل اسمه اسهل من حياتي، زي الامور عندنا هنا والامير وصاحب صاحبه والحاجات دي. ولحد دلوقتي مستني البيتزا اللي هيعزم عليها صاحبته الانجليزيه اللي هو بيقول عليها محاميه اللي ما شفناهاش هي كمان، والبيتزا اتاخرت من محل اسهل قضيه في حياتي. وشكل صاحبته كرفت له ونفضت له. اتحاد الفيفا رد على المكالمه التليفونيه، يعني مش خطاب، مش رايح خطاب رسمي من نادي الزمالك، ده مكالمه تليفونيه، رد عليهم في التليفون وقال لهم حلوا مشاكلكم مع بعضيكم، دي حاجه ما تخصناش، دي تخصكم انتوا كاتحاد كوره. وهم عشان عارفين ان هم على غلط فبيحاولوا يتصلوا بالفيفا عشان يعملوا قلق ونوش، وفي الاخر ما خدوش حاجه. وبقالنا اكتر من اسبوع اهو ومفيش اي حاجه حصلت من اللي ميدو طلع هرى فيها واعلام الزمالك بيطلع يهري فيها. ما شفناش اي حاجه من اللي انتوا قلتوها، لا المحامي الايطالي ولا المحاميه الانجليزيه ولا اي هري من اللي قلتوه. عايز اقول كلمه للاهلاويه بس اللي بتنساق للاشكال دي وبتسمع لهم وبتصدقهم للاسف، انتوا اللي بتعملوا للناس النكره دي قيمه. مش ده اللي شتم الاهلي 100 مره، ومش ده اللي شتم جمهور الاهلي 100 مره، برضه مصدقينه وبتطلعوا تسمعوه وبتفتكروه بيعرف يحلل وبيعرف يتكلم. ده كلامنجي ما وروش غير الكلام بس، ما يعرفش اي حاجه تاني. حتى السكريبت اللي بيتكتب له والله العظيم غبي، اللي بيكتبه نفس الغلطات ونفس كل حاجه بيعملوها. المهم يا اهلاوي، ركز مع ناديك وبلاش يشتتوك ويزعزعوا استقرار النادي عن طريقك انت. اصحى يا اهلاوي لا يغفلونا. المشجع الاهلاوي معروف ان عنده وعي وفكر وبيفهم كوره، ما تثبت لهمش العكس. اهلاوي انا والفخر ليا. اصحى لا يغفلونا.